أتعس الله مساءكم من جديد. نشرة أخبار الخامسة يقدمها لكم السيد أبو شكارة من 30 شارع سالم كزبر بالزاوية الحمراء بيت الحج مشالي. أفادت وكالات الأنباء العالمية بانهيار مباحثات السلام بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، حيث غادر وفد النادي الأهلي بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ مقر اتحاد الكرة المصري دون الاطلاع على تسجيلات الفيديو بين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور وحكم الساحة محمود أبو الوفا. يذكر أن الأزمة نشأت بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب مطالبة النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء له في مباراة سيراميكا كيلوباترا، حيث قام حكم الفيديو محمود عاشور باستدعاء حكم الساحة محمود أبو الوفا بين قوسين اللي من كفر الشيخ لاحتساب ركلة جزاء، فرفض الحكم محمود أبو الوفا بين قوسين اللي من كفر الشيخ احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين النادي الأهلي واتحاد الكرة. ورفض اتحاد الكرة وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ ضمن اللجنة المشكلة للاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو. ويشير خبراء السلام في العالم أن النادي الأهلي قد يلجأ إلى ضرب تل لبيب بالصواريخ الانشخارية، مع الأخذ بالاعتبار أن الصواريخ الانشخارية هو اسمها العلمي الصواريخ الزرط فوطية. وقد تتطور الأزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة لا قدر الله إلى الضرب باستخدام القنابل النووية التي قد تؤدي إلى إبادة بشرية. ومن هنا نشير أن طلبات النادي الأهلي في هذا الموضوع قد انحصرت في: 1. نفي الكابتن محمود أبو الوفا من محافظة كفر الشيخ إلى الأستانة. 2. عدم استخدام الشعب المصري للفسيخ المصنع في محافظة كفر الشيخ احتراما لمشاعر جماهير النادي الأهلي. وإذ نهيب بأطراف هذه الأزمة التزام ضبط النفس حرصا على سلامة المواطنين في جمهورية مصر العربية. انتهت نشرة أخبار الخامسة ولم تنتهي أزمة النادي الأهلي مع محمود أبو الوفا بين قوسين اللي من كفر الشيخ. فاصل ونعود لحضراتكم بكل ما هو جديد. عدنا إليكم بعد الفاصل. وقد أفادت وكالات الأنباء العالمية بأن منظمات حموم الإنسان في العالم قد ناشدت وفد النادي الأهلي بقيادة الكابتن سيد عبد الحفيظ للتوسط لفتح مضيق ترمس. وقد تصدر هاشتاج سيد يفتح مضيق ترمس محركات البحث العالمية. انتهت نشرتنا ولم تنتهي أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة المصري.